وعزتي وجلالي إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك. يا صباح النور والسرور، صباح الطاقة الإيجابية وصباح النشاط على حبايب قلبي واخواتي الحلوين. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في اتم صحة واحسن حال. النهارده جيت لكم فيديو جديد وروتين جديد. اتمنى تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد انا بنزله. ما تنسوش اللايك وما تنسوش الكومنت اللي بيشجعني ويخليني اكمل معاكم. حابه بقى اشكر كل اخت وكل صاحبه دخلت معايا القناه جديده وكتبت لي كومنت يفرحني، وحابه اشكر كل اخت موجوده معايا على القناه، شرفتوني ونورتوني. يلا بقى بينا نبدا الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما تنسوش تحطوا اللايك وتتصلوا على النبي في الكومنتات، خدوا حسنات وادوني حسنات. روتيني كده النهارده روتين خفيف، ويا رب يكون خفيف على قلبكم ويا رب اكون انا كمان خفيفه على قلبكم. اول ما صحيت من النوم كان عندي غسيل، قلت ابدا بيه هو اول حاجه، ومع بال ما الغساله تغسل طبعا احنا متعودين مع بعض على كده، مع بال ما الغساله تغسل نشوف ورانا بره ايه عشان ندخل. عايزاكي ما تضغطيش نفسك، عايزاكي ما تشيليش نفسك فوق طاقتها، عشان خاطر احنا برضو بني ادمين بنبقى عايزين نريح جسمنا، واحنا كأمهات مفيش تريح جسم خالص كل يوم. يعني هما الساعتين اللي بننامهم، بالذات ان ام معاها مثلا اطفال صغيره او مثلا بيبي وكده وكل شويه يصحيها من النوم وكده، فربنا يعين كل ام على اللي هي فيه. فعايزاكي ما تضغطيش نفسك. لو قمتي ساعه بدري او ساعتين بدري، خدتي القهوه بتاعتك وفطرتي فطار خفيف كده، او لو مش عايزه تفطري خدي القهوه بتاعتك واقعدي كده 10 دقايق ربع ساعه، يعني فوقي نفسك، وبعدين ابدأي بالحاجه السهله. بعدين بقى انت بعد الحاجه يعني ما تخلص منك مثلا هتلاقي نفسك ارتحتي خالص بعد الظهر، ومش هتلاقي نفسك وراكي حاجه الا غير بس حبه الاكل. وكمان لو الاكل انت ممكن تعمليه كمان الصبح، لو مثلا هتعملي اكل خفيف كفته هتعملي حاجه، خلصي كل حاجتك الصبح وخلي الاكل في التلاجة على انك مثلا تسويه بعد الظهر مثلا عشان يبقى ايه صبح وحلو وانت بتسويه. الغسيل بتاعي بقى بيطلع ريحته حلوه ازاي؟ عايزه اقول لكم ان انا بغسل الغسيل دوت والله العظيم باوكسي يا اما باهي، هما الاتنين شركة واحدة على فكرة. انا لما سألت الراجل الاتنين شركة واحدة فقال لي يا ده يا ده. هو باهي بس الفرق فيه ان هو يعني هما بيحطوا حبة اكتر من اوكسي، لكن هما الاتنين واحد. انا بجيب اوكسي باي ريحة، باللافندر، بنسيم الشرق، بنسيم الربيع، بس انا بصراحة بنسيم الربيع بيعجبني اكتر. بحط الغسيل الابيض الاول وبعد كده لو الغسيل الابيض حطيت فيه كلور بلاش احط الالوان طبعا معاه، عشان خاطر لو الالوان طبعا الكلور هيبوظها. فبغسل دوره ابيض وبعدين بفضي الميه، او ساعات مثلا ما بفضيش الميه، ساعات مثلا بزود عليها ميه بيبقى الكلور يعني خلاص بقى مفعوله راح شويه، وبحط مثلا الايه الفواتح شويه مثلا بيج اصفر كده يعني عشان ينضف، وبعدين بقى خلاص كده الكلور بقى ساعات بيروح مفعوله، وبحط بقى الالوان والغوامق. لو في زي مثلا البلاستيكه اللي انا وريتها لكم ديت كنت ناقعه فيها هدوم، دي هدوم جوزي بنقعها له عشان خاطر طبعا ما ينفعش تتغسل في الغساله، دي هدوم الشغل، اخاف يجي عليها كلور ولا حاجه، اي حاجه بخاف عليها ان يجي عليها كلور من هدوم جوزي، بروح نقعها في البلاستيكه وغسلها على ايدي، وبروح بقى ايه شطفها شطفه كويسه وحطها في المنشفه تنشف بتروح زي الفل. بحط بقى مع الاوكسي بحط برسيل جل، وساعات بحط كلوركس الوان كمان. والعجينه، في عجينه كده بتتجاب من عند بتاع المنظفات بيعملها لك برضو، بتخلي الغسيل الابيض تحفه والغسيل الالوان. وساعات كمان بقى هو بيعمل لي خلطه كيس كده كبير ب 15 جنيه، بيبقى بقى هو بيحط بقى حاجات كتير كلوركس الوان على دوني على مثلا برسيل جل، وبيحط كده خلطه. ساعات بعملها عنده، قبل كده انا قايله لكم في فيديو انا بعملها عنده، بصراحه بتخلي الغسيل زي الفل. بغسل بقى الغسيل ربع دوره كامله، وبعدين بغسله تاني دوره، وبعدين بطلعه. بكون بقى ماليه البانيو، لو الغسيل كتير بملى البانيو بحطه في البانيو اشطفه، وبعدين بحطه في الكرونه، وبعدين بطلع على المنشفه بقى ايه بعصره، وبعدين بقى بطلع ايه انشره.
عايزه اقول لكم ان انا ساعات في المنشفه ديت في كده زرار في الغساله، يعني بيودي ناحيه المنشفه بينزل الميه فيها، بس انا الصراحه ما بعتمدوش قوي. بحس ان هو مش بينضف ما بيشطفش الغسيل، والغسيل بيطلع زي فيه تلطيش كده من مطرح الاوكسي وكده. لان انا ما بحطش برسيل جل، بس انا بحط اوكسي باودر، فالاوكسي الباودر ساعات بيعمل في الغسيل تلطيش كده لو الغسيل غامق. فبصراحه انا بعتمد البانيو، انا بعصر واشطف بايدي، وبعدين بعصر تاني في المنشفه عشان خاطر الغسيل يا دوبك بس كده يتهوى. انا الصراحه بحب ابيته على الحبل عشان خاطر الشمس كده تطلع عليه، وانا بحب الشمس جدا جدا على الغسيل وعلى اي حاجه. والله العظيم بعشق حاجه اسمها شمس على الغسيل وعلى اي بعد كده بقى طلعت على اوضه الركنه دي، قلت بقى اخلصها مع بال ما الغسيل يخلص انا اكون بقى ايه خلصتها. طبعا انا صاحيه بدري عشان اخلص اللي ورايا، من غير بقى ما اقول اسكت يا آسر واسكت يونس وارجع تاني وكده، لا قلت بقى اصحى بدري قبليهم عشان اخلص بقى في روقان وكده. حطيت بقى المفرش زي ده زي المفرش دوت عشان يبقوا ماتشنج كده مع بعض. امال ايه، احنا لازم برضو، احنا ستات بيوت شاطره ولازم تعمل ماتشنج. مش لازم والله العظيم، انتوا عايز انا اقول لكم والله العظيم المفرشين اللي انا حطاه دوت، تتخيلوا دي كان شال كده لازق في بادي مع بيجامه، فانا قلت الشال ده اصلا ملهوش لازمه في البيجامه، فقلت رحت اخداه. تمام، كان بيتحط كده بيتلبس زي في الرقبه كده بس، وهو بيبقى يعني منفوذ زي الخمار كده. بس ايه قلت لا هو ملهوش لازمه، رحت اخديه قصه ورحت فرشه مفرش هنا ومفرش هنا، وهو مش باين ان هو كان شال ولا اي حاجه. فرشت واحد هنا وواحد هنا وكنست الارض. وبصوا بقى الستاره ديت على فكره بتاعت ماما مش بتاعتي، انا عندي ستايري زي ما هي شايلاها. ادعوا لي ربنا يا رب يرضيني واروح شقه تمليك يا رب السنه دي، اطلع من الشقه دي على شقه تمليك يا رب. هنا بقى طفيت اللمبه هنا وقلت إيه يعني يبقى فيه هدوء. طبعا لما خلصت بقى بره الاوضه كان الصغنن صحى، رحت فطرته وفطرت اخوه. وبعدين انا شربت حاجه كده يعني دافيه شويه عشان كان انا زوري وجاني، شربت ينسون. ورحت بقى داخله الحمام بعد ما هو اخد قيلوله كده. رحت قلت عشان برضو ما يدخلوش ورايا الحمام وكده، اخدت قيلوله ورحت بقى ايه شطفت الغسيل، وهطلع معاكم دلوقتي انشر. وانا بقى دلوقتي بشغل المنشفه. عايزه اقول لكم ان الغساله ديت فيها حاجه، لو انت شغلتي المنشفه وحطيتي الغسيل كوم واحد مع بعضه من غير ما تعصريه جامد، او ان انت حاطه كوم 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 كوم، الغساله هتفضل تعمل يعني هتعمل دوشه وهتتحرك من مكانها مش هتعصر. ففي ناس، انا كنت جايبه قبل كده على يعني ازاي اشغلها من على النت، كان في ناس كاتبه يعني دي وهي بتتحرك من مكانها وما بتعصرش الغسيل كويس. طلعي الغسيل منها وفرطيه كده من بعضه واكبسيه كده بايدك معاه، هو اصلا زي مكبسه كده بتحطيها وتكبسيها بايدك، هتلاقي الغساله عملت صوت خفيف خالص وبتعصر الغسيل كويس جدا ما شاء الله. فانا برضو حبيت انبه برضو لان هي عملت معايا كده في الفيديو، هتشوفوه دلوقتي الفيديو. وايه انا هحركها. حطيت بقى هدوم الاولاد بقى التيشيرتات والحاجات كلها كده عشان خاطر تنشف في المنشفه، واطلع انشرها هي الاول، بعد كده انا انشف هدومنا احنا بعد كده. وساعات كمان لو الغسيل حبه صغيرين فبحطه كله مع بعض، بس لو على الاخر ما ينفعش، لازم تبقي حطاه ما يكونش كمل للاخر عشان ما فيش حاجه تقع وتعمل لك صوت جوه ومش تعرفي تجيبيها من تحت، عشان خاطر الحله بتبقى اللي هي المنشفه دي صغيره قوي مش تعرفي تدخلي ايدك جوه. بس انا حبيت برضو اوضح لكم حاجه زي دي. انا هنا بقى كنت بشوفها بحط ايدي عليها، انا بعمل دوره كامله 5 دقايق عشان تنشفي الغسيل كويس. كنت حاطه ايدي عليها بشوفها هتتحرك ازاي، اتحركت من مكانها. فبصوا هنا بوريلكم ان انا بصوا بتطلعوا الغسيل هنا. طبعا انا لما قفلت الكاميرا ورجعت تاني انا وريتكم الغسيل انا بعمله ازاي، انا فردته كله من بعض وبعدين يعني حطيته تاني. انا قلت برضه اوريكم كده الغساله اشتغلت كويس. انا هعمل لكم لايك دلوقتي وانتوا كمان حطوا اللايك بقى. غدينا بقى النهارده الحمد لله كفته ومكرونه، كنت انا والاولاد بس يعني هنتغدى، باباهم الله يعينه ويقويه كان في الشغل. فانا وريتكم انا كنت مصوره الكفته دي بالطول، معرفش انا اتجنيت صورتها بالطول معلش بقى، فانا كبرت لكم عشان تبين. عملت مكرونه كده والحمد لله على نعمه ربنا، اكلتهم بقى هما، وكان ابني قاعد على الكرتون والتاني نام. قلت بقى انا اكل بقى وهو نايم واقوم بقى ايه بسرعه انشر الغسيل بعد ما غسلت الطبقين دول وشطبت المطبخ جوه. تعالوا بقى نتكلم كده مع بعض شويه عشان انا عايزه اطلع حاجه في قلبي. يعني حد سالني انتي راضيه بعيشتك في شقه ايجار ليه بقالك من ساعه ما اتجوزتي؟
هقول لكم ليه. انا مش هقول لكم بقى كلام مثالي، ولا اقول اني مش بتعب واني مش بتضايق وما بفكرش والكلام من ده. لا والله العظيم انا زيكم، في ايام فيها بكون مضغوطه وتعبانه ومش قادره اعمل كل اللي نفسي فيه، بس رغم كده جوايا احساس واحد ثابت، ان انا راضيه باللي ربنا كاتبهولي. راضيه عن البيت اللي انا فيه، حتى لو هو ايجار، حتى لو مش كبير، حتى لو مش معمول فيه كل اللي نفسي فيه، بس انا بدخله وانا مطمنه فيه، بقول انا راضيه حتى البيت دوت فيه خير وفيه رزق اللي بيجي ساعات بالعافيه الحمد لله. والله العظيم ما ببص لعيشة حد، ولا بقول انا نفسي زيه ونفسي زيها، اشمعنى دي لابسه دهب، اشمعنى دي جايبه دي، لا لا لا. الحمد لله انا ربنا مرضيني كتير قوي. وانا يعني الواحد ساعات بيقف في المطبخ ظهره بيتقطم وظهره يعني بيتكسر من وقفة المطبخ ومن غسيل المواعين، عمري ما بصيت وقلت مثلا دي عندها شغالة اشمعنى انا، اشمعنى كده، فاهمين؟ انا راضيه عن قناتي برضو اللي على اليوتيوب، ان هي لسه صغيره وبتكبر، لان سؤال اتسال لي طب انتي قفلتي قناتك القديمه ليه؟ عادي، عادي، انا ربنا ما كتبليش خير فيها ففتحت واحده ربنا يكتب لي الخير فيها. رغم كل دقيقه بعمل فيها فيديو صغير او كده، انا بعمله بحب، بعمله بحاجه طالعه من قلبي، بعمله بكلمه طالعه من قلبي زي دلوقتي اتكلم معاكم بقلبي وبكل صراحه. عارفين برضو انا بحمد ربنا ان انا عايشه حقيقيه، مش بتصنع، مش بتكلم وحش مع حد، الحمد لله بساعد كل الناس. انا بعيش تفاصيل يومي حلوه ومرها، بفرح لما بروق اوضه، بفرح لما عيل من عيلي بيضحك في وشي، بفرح لما اخلص غسيل، بفرح لما حتى ابني بيساعدني حتى لو بحركه صغيره، لما يونس ينام يعني بعد لف كتير في الشقه وراه. انا كمان مش عايزه كمان اضغط برضو جوزي، انا عارفه ان العيشه بقت صعبه وكل حاجه بقت عشان نور، كده عمري ولا قارنه بحد ولا خليه يجيب لي حاجه فوق طاقته. اللي موجود معانا احنا بنمشوا بيه والله العظيم عايشين يعني الحمد لله على مرها قبل حلوها مع بعضنا، انا شريكته وهو شريكي، حتى لو بنبقى في خلافات كتير مع بعض بنتخانق ساعات، بيبقى كل البيوت كده مش احنا بس. بس انا شايفاه هو بيحاول وانا برضو بحاول عشانه، فبنستحمل بعض، اصبري وارجي باللي ربنا كاتبهولك، هتلاقي ربنا اقسم بالله ماشيها كده معاكي ببركه ربنا. طالما انت كويسه وعيالك كويسين وجوزك كويس وبتحمدوا ربنا هيفضل دايما ساترها معانا، عشان احنا يعني بنحمده وهنفضل مستورين طول عمرنا. والله العظيم يعني انا عايزه اقول لكم ان انا جه عليا وقت والله العظيم انا ما اعرف انا كنت عايشه ازاي، بس الحمد لله يعني عدى وبيعدي وهيعدي. انا دلوقتي قاعده في بيت بسيط بس قلبي مليان حمد وشكر ومليان رضا، بس مستنيه ان ربنا يعوضني خير على الصبر اللي انا صبرته دوت. انا بفرح بكلمه واحده حلوه والله العظيم الحمد لله. انت كمان تقدري ترضي وتفرحي بكل حاجه حواليكي وبنيتك صافيه وتقولي من قلبك يا رب شكرا على اللي انت بتديهولي. لو وصلت لغايه هنا معايا في الكومنتات اكتبولي كلمه رضا في الكومنتات. عايزه اقول لكم الفيديو بتاعي كده خلص، يا رب يكون فيديو خفيف لطيف كده على قلبكم. ما تنسوش تعملوا لاختكم اللايك الحلو والكومنت اللي بيشجعها وسبسكرايب للقناه عشان يوصلكم مني كل جديد. عايزين نوصل ل 200 مشترك قبل ما اكمل الشهر ويهموا شويه في الساعات. اشوفكم فيديو جديد وروتين جديد، مع الف سلامه.